السلام عليكم. تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني بسرعة وجدية مع مقطع فيديو منشور على تطبيق تيك توك يظهر ارتكاب شخص لأفعال الإخلال العلني بالحياء بالقرب من سيارة للشرطة مستوقفة بالشارع العام بمدينة مراكش. وقد مكنت الأبحاث والتحريات من تشخيص هوية المشتبه فيه المتورط في ارتكاب هذه الأفعال، والبالغ من العمر 38 سنة، وتوقيفه بمدينة مراكش، فضلا عن تحديد هوية الشخص الذي قام بتصوير هذه الواقعة في أفق توقيفه. هذا وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة له. إلى هنا ينتهي خبر اليوم. شكرا للمشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. مع السلامة.